فراسك نقدروا نعطيوك وجبه تاكلها ويضرك الجوع من ورا ساعه، ونعاودو نعطيوك نفس الوجبه وما يضرك الجوع على 3 ولا 4 سوايع. باش تفهم المقصود غادي نشرح لك دراسات دارت على 2 مجموعات كانوا تيعطيوهم نفس الماكله بغض النظر واش صحيه ولا لا، لكن كانوا تيقولوا لهم باللي القيمه الغذائيه ديالها هي تقريبا 300 سعره حراريه. من وراء مده عطوهم تقريبا بحال هذيك الوجبه فيها 300 سعره حراريه، لكن المجموعه الاولى قالوا لهم راه الوجبه فيها غير 140 سعره حراريه، والمجموعه الثانيه قالوا لهم باللي الوجبه فيها 600 سعره حراريه، لكن في الحقيقه هي فيها هي 300. فمشاو اصحاب الدراسه وعبروا لهم معدل الجوع بشكل علمي، عبروا لهم نسبه هرمون الجريلين في دمهم اللي هو هرمون الجوع، فعبروه في البدايه قبل الوجبه وعبروه اثناء الوجبه وعبروه من بعد الوجبه. اي واحد غيقول باللي راه غيلقاو نفس النتائج، لان بطبيعه الحال كانوا نفس السعرات الحراريه ونفس الوجبه كاع، لكن لقاو باللي قبل الوجبه كانوا قد في هرمون الجوع. من وراء الوجبه لقاو باللي هادوك اللي قالوا لهم باللي كلاو 600 سعره انخفض عندهم هرمون الجوع الجريلين بمعدل 3 المرات مقارنه بالاخرين اللي قالوا لهم كانوا غير 140. كلهم كانوا نفس الوجبه، لكن جسمهم استجاب مختلف غير حيت وحدين كيظنوا باللي كانوا اكثر من الاخرين. هادشي كيعني باللي دماغك كيأثر بزاف على كيفاش كتحس واش غيجيك الجوع ولا لا الا كنتي داير ريجيم، وهذا هو ما يسمى بالبلاسيبو ايفيكت، كيعرفوا الناس ديال الدراسات والتجارب. سي رد البال كيفاش كتفكر. هنمرتي ديال الكوتشين وما بقى غير نقول لكم ذاتس ات. كان معاك يونس.